السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نوجد واحد ميني باغيت اللي كيجيو زوينين بزاف، كيجيو خفاف وكيجيو رطبين وكيجيو خاويين من الداخل. انا متاكده بلي غادي يعجبوك وبطريقه سهله. ناخذ مقله نديرو فيها 3 البصلات حتى 4 البصلات كبار مشلضين، فلفله حمراء مقطعه وفلفله خضراء مقطعه اللي كنت انا من قبل قليتهم ونقيتهم وقطعتهم مربعات صغار. بكيه ديال الطون نحيدو منها الزيت ديالها، نزيدو في الزيت اللي باش غادي نطيبو، ونزيدو عليها فلفله حمراء تحميره، بزار والهريسه، الضامه ديال الحوت نقدروا نستغناو على مبغيناش نديروها، وشويه الملحه وشويه ديال الثومه غبره. الا ما كانتش نقدروا ناخذوا فص ديال الثومه ونحكوه. من بعد ما حطيت كاع العناصر اللي قامه كامله مع البصله فوق البوطه وتشحروا شويه، خليتها حتى دابت شويه وتشحرات طابت. غادي نزيد عليها الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء اللي كنت انا قليتهم من قبل وقطعتهم. نبقى نحرك فيهم مزيان حتى يمتزجوا العناصر مزيان مع بعضياتهم ويتشربوا الاقامه. نبقى نحرك مزيان حتى تبان ليا ان ديك الحشوه ديالي بدات كطيب وبدات كتنشف. شتي كيفاش كندوز المعلقه كتبان ليا المقله ناشفه ما فيها لا ماء لا زيت لا والو. دابا غادي نزيد عليها الطون. نقدروا نديروا الطون ديال الطماطم ماشي مشكل الا ما كانش ديال الزيت، او نقدروا نديروا كفته او لادان اللي كان، ونحركوا مزيان. من بعد ما طفيت البوطه دابا انا راني طافيه البوطه ونخليها تبرد على خاطرها. بالنسبه للعجينه غادي نحتاجو فيها نص كيلو ديال الفورص، 2 معالق كبار عامرين ديال النيدو، نص كاس ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الموطارد نقدروا نستغناو عليها، وشويه ديال الخميره الخبز والملحه، ومعلقه ديال السنيده، الملحه على حسب الذوق، والماء سخون باش غادي نعجنوها. صافي ندير دابا في خطره وحده ندير العناصر كامله مع الدقيق. نقدروا نعجنوها بالعجانه اولا بيدينا ماشي مشكل، بحال بحال. وغادي نخلي العجينه ديالي تعجن مزيان وتدلك. هي تقريبا كتهز لك واحد 2 كيسان ديال الماء، يا اما 2 كيسان الماء وشويه اولا اقل من 2 كيسان بشويه، ما كتهزش بزاف ديال الماء، وكتجي عجينه زوينه ورطبه. نقدروا نستعملوها في بزاف الحوايج، في شي حوايج اللي حلوه. دابا من ولات العجينه ديالي بحال هكا غادي نغطيها ونخليها تخمر واحد شويه، تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، يعني ما كتحتاج اننا نخليوها تخمر بزاف. غادي نغطيها ونخليها تخمر. دابا كيف ما قلت لكم نقدروا نستعملوها حتى شي حوايج حلوين، بحال نزيدو غير نقصوا شويه من الملحه ونزيد واحد الفانيا ونزيدو معلقه اخرى ديال السنيده، بحال نديرو 2 معالق ديال السنيده. من بعد ما خمرت لي العجينه ديالي ولات على هذا الشكل هذا، شفتوا كيفاش جات كتجي رطبه وكتجي خفيفه، ما نقصحوهاش بزاف. نحطها فوق سطح العمل ونوجدها باش نبدا نخدم بها. كيف ما شفتوا انا حاطه الطاوه ديالي اللي غادي ندخلها الفران فرشه فيها ورق غذائي وحطها باش ملي نوجد الميني باكيت ديالي ونحطهم فيها. تقدر تاخذوا غير لاطه دهنوها بشويه ديال الزيت وديروا فيها الباكيت ماشي مشكل. باش ما تعذبنيش العجينه ناخذ شويه ديال الزيت، ما نبالغش، غير شويه ديال الزيت ندوزو بين يديا ونشكلها كويرات بحال غادي نصاوب مسمن. الحجم نتوما تختاروا الحجم اللي بغيتو، سواء بغيتو ديروهم كبار اولا صغار اولا متوسطين. انا غادي نديرهم متوسطين واحد شويه. شفتي ناخذ العجينه كامله ديالي ونشكلها قطع على بحال المسمن، ونجيب شويه ديال الفورص ونبدا نرش ونقرصهم بشكل طولي. غير الفورص ما نكثروش بزاف، غير شويه باش ما يدخلش وسط العجينه وتقصح لي العجينه ديالي. نقرص هكا بشكل طولي، نرققهم واحد شويه ما نخليهمش غلاط. نجيب الحشوه ديالي من بعد ما بردات. هاد الحشوه هادي كتجي زوينه، هذيك الفلفله مقليه كتجي عاطيه البنه اكثر من الفلفله خضراء وكتجي مالكه. نسد بهذه الطريقه هذه، نسدها من الجناب ونورك مزيان، نورك مزيان باش ما تحلش ليا في الطياب. نحاول نسد مزيان بحال هكا بحال الطريقه كيف ما كتشوف في الفيديو. صافي نقلبها على وجهها، نقاد لها هذوك الرويسات، نقمقمهم شويه باش يجيو عاطين منظر، ونحط في اللاطه. نعاود عاوتاني نفس العمليه حتى نكمل كاع الكويرات اللي عندي. نسرح عاوتاني بشكل طولي كيف ما قلت لكم، غير شويه ديال الفورص. وانتم كيف ما كتشوفوا العجينه دغيا كتقرص كتجي رطبه، ما غاديش تعذبكم. يعني من بعد ما تقطعوها كاع ما تحتاجوا تخليوها حتى ترتاح حتى باش تبداو تخدموا بها.
غير تقطعوها تقدروا تبداو في نفس الوقت تقرصوها وتعمروها. هاد ميني باكيت دغيا كيوجدوا ما كياخذوش الوقت بزاف الحقيقه، والحشوه كتبقى اختياريه. نسدو مزيان من الجناب من التحت، نوركو مزيان ونعاودو نوركو حتى نتاكدوا بان راهم تسدوا مزيان. نقادوهم ونحطهم عاوتاني في اللاطه، نقادو ديك الجنيبات باش يجينا مقمقم ويعطيونا منظر. صافي دابا من بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي، خديت الصفر ديال البيض، درت فيه شويه ديال الصوجا اولا تقدروا ديروا فيها الحليب اولا الخل ماشي مشكله. ندهنوا الوجه ديال الباكيت ديالنا، ندهنوا مزيان ونرشوهم باللي كان. نقدروا نخليهم هكاك بلا ما نرشوهم، نقدروا ندير عليهم بافو اولا الزنجلان. انا عندي دابا غير الزنجلان، غادي نرش عليهم شويه وغادي ندخلهم يطيبوا. غادي ندخلهم الفران شاعل من الفوق ومن التحت على درجه الحراره 180، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. ها هو هذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما وجدوا، وكيجيو زوينين بزاف وكيجيو خفاف كيجيو رطبين. وكنتمنى انكم تجربوهم وتخليوا لي التعاليق ديالكم كيفاش جاوكم. وشكرا بزاف، وما تنساوش انكم تدعموني، تشتركوا في القناه ديالي وديروا لي جيم. وبالصحه والراحه.